في زمن كله ضغوطات ومسؤوليات، في راجل ما بيتكلمش وما بيشتكيش، بس شايل الدنيا على كتافه. راجل بيتحرك من بدري، من قبل الشمس ما تطلع، بيشقى وبيتعب مش عشان نفسه أبدا، ده عشان عياله يعيشوا مرتاحين، أو عشان يوفر لهم احتياجاتهم. الراجل ده مش هتلاقيه لابس بدلة شيك أو راكب عربية فخمة آخر موديل. هتلاقيه لابس تعب وشقة وراكب هم، وشه عليه علامات الأيام والسنين. الراجل ده هتلاقيه بيشتغل شغل واتنين وأحيانا تلاتة، مطحون وتعبان بس على قلبه زي العسل. بيتعب وهو راضي، بيجوع بس عياله يشبعوا، بيستغنى بس يوفر لعياله حاجتهم، ويرسم على وشوشهم الابتسامة. ده البطل الصامت، ده الراجل الحقيقي اللي يمكن محدش بيقول له أي حاجة غير هات وبس، وكله رضا من رب العباد. لما بيلاقي نظرة رضا من زوجته وأولاده، النظرة دي بتقويه. من الآخر، هتشوف في الدنيا دي راجل مزيف ممكن تلاقيه عاطل وقاعد مستني اللي يأكله، وممكن تلاقيه شغال بس شغله يدوب على قد سجايره ومصاريفه، لا شاغل دماغه بعيل ولا بيت. الناس دي ما تتقارنش بالراجل الحقيقي. الراجل الحقيقي اللي بينحت في الصخر عشان يحتوي بيته ويكفيه. الراجل الحقيقي مش اللي صوته عالي ويهين زوجته اللي مستحملاه وراضية بظروفه. الراجل الحقيقي اللي لو انفصل عن زوجته ما انفصلش عن أولاده معاها وسابهم لقسوة الحياة. الراجل الحقيقي هو اللي بيقضي عمره يبني ويشيل ويحارب عشان بس يشوف الفرحة في عيون ولاده. في النهاية، تحية لكل راجل مطحون بس واقف زي الجبل. ربنا يعينك ويكبر بخاطرك. اللهم آمين. وسلام.